اللقطه هذه واش تولي تشجعهم في الماتش ديال 40,000 ومنا وكذا. المصريين هما هذا يا والله ما يعقلوا عليك. بحال هذا المدرب هذا البهلواني هذا الحلوف هذا اللي حياته كامله فاشل. اللي حصل النهارده فضيحه متكامله الاركان، يعني مفيش لفظ تاني ممكن يتقال عن اللي حصل النهارده غير ان هو فضيحه وقله قيمه. وانا كنت مشفق جدا على الجمهور اللي حضر في الاستاد لان انا كنت لسه قاعد في وسطهم. علاش كنت كنقول لكم المصريين راه ما كيستحقوش التشجيع. ها هو تكاليفا انت كيبروفوكي في الجمهور. واش هذا هو الخير ديال الجمهور ديال اكادير اللي كان كيساندك؟ كل ماتش دور مجموعات كتلقى 70,000 80,000 كتساند مصر. نورمالمون هاد البروفوكاسيون هادي خاص لاكاف تدخل. انت مدرب الدور ديالك في الملعب ماشي تمشي تستفز عباد الله. اللي عمله حسام حسن امبارح بعد الماتش لو بيتحكي لي والله ما صدقه. بعد الجون اللي سجله محمد صلاح امبارح حسام حسن طلع على الجماهير جري كده ما نعرفش هو رايح فين ولا جاي منين. بس بعد الماتش قالوا ان هو راح لجماهير بعض جماهير المغرب اللي هم كانوا بيشجعوا منتخب بنين كده وبيزعلوا بيقول لهم ايه انتوا لا انما الجزء الثاني انتوا في القلب. فاللي هو شوف بيعمل ايه اهو بيشاور لبعض الفئه بيقول لهم انتوا لا اهو انتوا في القلب والتانيين لا. اللي هو يا جدعان والله العظيم ازاي مدرب منتخب مصر يكون بالعقليه دي؟ ما تسيب ده يا عم اللي يشجع ده يشجعه واللي ده يشجع براحته يا عم. وانت هتشاركه ولا هتناسبه؟ كابتن حسام حسن راح يسكت جمهور المغرب اللي كان داخل يشجع بنين. ايوه يا سيدي اللقطه دي كانت احتفال كابتن حسام حسن بهدف محمد صلاح ضد بنين. اصلا جمهور المغرب النهارده كان حاضر منه جزء كبير بيشجع بنين غير اللي بيشجعوهم على السوشيال ميديا يعني. بس تمام انت في النهايه حر تشجع اللي انت عايزه، لكن كابتن حسام حسن حر برضه ويسكت اللي هو عايزه. اللقطه دي كانت لقطه كابتن حسام حسن لما راح لجمهور المغرب اللي قاعد مع جمهور بنين ويسكته. زي ما قلت لك بعد ما سجلنا الهدف الثالث وتشجيع جمهور المغرب اصلا كان باين مع جمهور بنين طول المباراه. وبعدين جه جمهور المغرب المحترم اللي قاعد مع جمهور منتخب مصر اللي هم انتوا في القلب انما التانيين دول لا. الماتش الجاي ان شاء الله ديال كوت ديفوار يروح. هذا خاصو يروح لانه هذا برهوش والبز. هذا بغيتو تلعب مع المغرب هذا يلعب من النهائي مع المغرب. بغيتو يمرضنا هذاك انا راسك يقلبوا لك. اللهم يشد الطياره ويقلع من الاخر. انسان بحال هادو ناس مرض. هذا غادي يستفز الجمهور. كون هو عنده الجمهور وخاصو يتعاقب اصلا. هذا خاصو يتعاقب. بنادم مرض وتقول لي واحد غادي نشجعهم. هادو يستاهلوا التشجيع. هاو انت يهجم على الجمهور. اعلام البارح نهار كامل هو هاجم. البارح خارجين يعتذر. كلها من امبارح ماسكه في اللقطه دي بتاعت حسام حسن اللي هي بعد هدف محمد صلاح وهو راح يتخانق مع الجمهور. طيب ده شكل مدرجات بنين امبارح. جمهور مغربي داهن وشه بعلم بنين وبيشجع منتخب بنين على حساب منتخب مصر. طب اقول لك على حاجه سيبك من اللقطه دي. كانت تتخيل ان انت بتلعب في المغرب وبتلاقي الجمهور المغربي امبارح بيشجع منتخب بنين. احترامي اكيد مش كل الجمهور المغربي بيشجع بنين، لكن حط نفسك مكان الكابتن حسام حسن اللي في ماتش انجولا وجنوب افريقيا اللي فاتوا لقيت المدرجات كلها متقفله من الجمهور المغربي وبيشجع منتخب مصر، ولقى نفسه النهارده قدام بنين حرفيا اكنه بيلعب في بنين. كل المدرجات بتشجع بنين. اتعشم كابتن حسام حسن قبل ما يلوم اللعيبه في اوضه اللبس يلوم نفسه. اقسم بالله مسكين المدرب هذا. انا من اول يوم في كاس افريقيا تخلل قلبي. قاعد يعيش في ضغط مش عادي مع المنتخب المصري وراه 140 مليون مصري وراه يضغطوا عليه باش يفوز بكاس افريقيا وباش يفوز بكل مباراه. والله العظيم اكثر مدرب قاعد يعيش في ضغط. لا تقول لي لا رقراقي، لا تقول لي لا منتخب الجزائر، لا تقول لي حتى حد. السيد هذا اكثر انسان يعيش في ضغط وبسم الله ما شاء الله عليه قاعد يكسب وان شاء الله يكمل هكا. والله العظيم ما يعز